تعرف ان الايميل بتاعك ورقم تليفونك يساوي الاف الدولارات؟ رقم تليفون انا؟ ايوه، وفي ناس كتير قوي بتبيعه وبتعمل منه فلوس كتير قوي، بس يا ترى ازاي؟ هو ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده، واهلا بيكم في حلقه جديده. طيب خلونا نشرح لكم تفاصيل الموضوع. رقم تليفونك اللي معاك حاليا واللي في الغالب انت عامل بيه الايميل بتاعك، الداتا دي تعتبر مسجله باسمك، يعني رقم التليفون ده متسجل على اسمك، رقم التليفون ده بتاع الشخص ده اللي بالاسم ده بيبقى مسجل مع بياناتك في كل حاجه في حياتك. اللي انا هشرحه لكم ده بيكون منتشر اكتر في الدول المتقدمه اللي فيها فرص وظائف كتير، والناس بتتهافت على البلاد دي عشان تشتغل فيها، والبلد دي ما بيكونش فيها بطاله، ومتوسط راتب الفرد في البلد دي بيكون قادر انه يعيشه كويس، يقدر يشتري اللي هو عايزه، يقدر ياكل يشرب، يعني حياته ما بتكونش على القد قوي، بيكون قادر ان هو يشتري، ممكن كل فتره يعمل شوبينج كده. يعني لما تكون عايش في بلاد متقدمه او في مدن متقدمه حول العالم، رقم تليفونك والايميل بتاعك ده هو بيشكل كل حاجه في حياتك، بتستخدمه في الاوراق الحكوميه اللي انت بتشتغل بيها، وبيكون مهم لانك ممكن تكون بتخلص اوراق حكوميه ويردوا لك على الايميل اي رخصه انت بتطلعها، اي شيء انت بتعمله، شغل، كل حاجه في حياتك هنا هي مرتبطه برقم تليفونك والايميل بتاعك. لازم يوميا تبص على الايميل بتاعك، تشوف مين بعت لك ايه، يمكن يجيلك ايميل مهم من الشغل، من البنك، من اي شيء، لا فانت لازم الايميل بتاعك ده يوميا تفتحه. ازاي بقى في ناس بتستغل رقم تليفونك والايميل بتاعك عشان تعمل منه فلوس كتير؟ في ناس بتبيع رقم تليفونك والايميل بتاعك اللي انت مش حاسس بقيمتهم ده بالاف الدولارات. ازاي بقى؟ انت مثلا شخص بتروح بتفتح حساب في بنك، البنك ده بيكون معاه بياناتك طبعا، رقم تليفونك وايميلك وكل بياناتك، زائد انك بتبقى في كاتيجوري معينه. يعني هل انت شخص غني معاك مثلا في البنك مليون ولا 100,000، ولا انت اصلا حسابك البنكي لا يتعدى ال 5000 او ال 10,000 شهريا؟ يعني الناس كلها بتبقى متقسمه كاتيجوريز في البنوك، الشخص ده من الفئه الاليت، ده من الفئه الاي كلاس، ده من الفئه بي كده. كذلك لما بتروح مثلا براند ملابس، انت بتشتري، في بعض الاحيان بيقولوا لك ممكن تدينا رقم تليفونك عشان لو جالنا اوفرز نبعت لك، فانت بتديهم رقم تليفونك. مواقف كتير قوي بتتعرض لها في حياتك تقريبا يوميا، بتلاقي ناس بتحتاج بياناتك سواء رقم تليفونك او ايميلك. بكل بساطه اللي بيحصل، في ناس بتبقى عايز تشتري الارقام دي عشان تستهدفها وتعمل دعايه وتشغل مشروعها. هديكم مثال عشان تفهموا الموضوع. لو انت مثلا شخص فتحت محل ملابس وعايز تشغل المحل بتاعك، والملابس مثلا انت بتبيعها دي مش رخيصه، فانت عايز تستهدف الناس اللي بتشتري ملابس بسعر معين، فانت مثلا عايز ارقام تليفونات الناس اللي بتشتري ملابس عشان تبعت لهم اوفرز على الواتساب او على رسائل على الموبايل او باي طريقه كانت، تبقى عايز تستهدف الناس دي لان الناس دي انت عارف ان هي مهتمه بده. طب الناس دي بقى تجيبها منين؟ تروح تشتري داتا العملاء بتاعت براند ملابس معينه. ايه؟ ايوه ده بيحصل، ولكن ده طبعا شيء غير قانوني، ولو اي طرف من الطرفين اتمسك في الموضوع ده هيحاكم. طب ازاي هو غير قانوني وبراند الملابس بتدي البيانات بتاعتها لاي شخص كده؟ هو اللي بيدي البيانات اكيد مش البراند الملابس، اكيد الموضوع ده غير قانوني وبيحصل بشكل سري. بيبقى موظف من الموظفين اللي بيشتغلوا في المكان ده عنده اكسس على الداتا يقدر يجيبها، هو ده الشخص اللي بياخدها وبيبدا يبيعها للناس اللي عايزاها، والبيانات دي بتتباع بارقام كبيره جدا، انت متخيل؟ وهو كمان مش بيبيعها لشخص، ده بيبيعها لاكتر من شخص. يعني على سبيل المثال لو الشخص ده بيشتغل في مركز تجميل، فالداتا اللي معاه دي داتا ناس مهتمه بالحاجات التجميليه وبتجميل البشره والاشياء دي، ممكن ياخدها يبيعها لناس منافسين، ومش بيبيعها لشخص واحد، بيبيع نفس الشيء لاكتر من شخص. انت متخيل؟ رقم تليفونك فيه واحد بيديه لواحد وياخد فلوس منه وانت قاعد عامل كده. بس ما يغركش الموضوع، هم بيكسبوا فلوس كتير جدا، بس الشيء ده خطر جدا وغير قانوني، ولو فعلا اي شخص من الناس دي اتمسك هيزعل. وقيس ده بقى على كل شيء انت بتعمله. شوف بقى انت رقم تليفونك وايميلك بيبقى متسجل في كام مكان. انت لو اتصلت بالسوبر ماركت اللي تحت بيتك وطلبت منه اوردر، انت كده بياناتك اتحفظت عنده، اي مكان انت بتحط فيه رقمك الداتا بتاعتك دي اتسجلت في المكان ده، خلاص اتحطيت في الليست، بقيت داتا حرفيا. بس طبعا بيكون دايما في رقابه شديده، زي ما قلت لكم الموضوع ده غير قانوني، ولو اي حد من الناس دي اتمسك هيتم اتخاذ ضده اجراء قانوني وهيزعلوا فعلا. وكمان في حاجه، ان الناس اللي بتتصل بيك او بتبعت لك رسائل دي، اللي هي الناس اللي اشترت بقى بياناتك، اصلا الناس دي لو اتصلت بيك اكتر من مره عملت لك ازعاج، انت حقك انك تتصل بشرطه وتقدم فيهم بلاغ وتشتكيهم. وكمان لازم تبقى مخلي بالك كويس، لان ممكن الشخص اللي بيشتري الداتا دي يكون شخص شرير، يكون شخص من الناس النصابين اللي هم بيتصلوا بيك يقول لك اهلا يا فندم احنا من البنك الفلاني او من الشركه الفلانيه وعايزين بس نجمع شويه داتا، وتلاقيه بيطلب منك بقى، عارفين انت الناس النصابين اللي بيطلبوا ارقام الفيزا وبتاع، لان هم ناس موظفين من البنك او حاجه، بس هم بيبقوا نصابين، ما بيبقوش من البنك ولا حاجه، بيبقوا بشر عاديين بينصبوا على الناس. اكيد كلكم عارفين الموضوع ده. في ناس بتشتري الداتا دي عشان تتصل بيها وتنصب عليها، فانت لازم برضو تخلي بالك كويس. وبالذات من الموضوع ده خلينا ننوه، بما اننا فتحنا الموضوع يا جماعه،
جماعه خلي بالكم من الناس النصابين اللي بتتصل بيك ويقول لك انا موظف من البنك الفلاني او المكان الفلاني، ما تديش رقم الفيزا بتاعتك لحد، ما تديش بيانات الهويه بتاعتك لاي شخص، حتى لو في وقت ما انت شكيت ان الموظف ده ممكن يكون فعلا موظف حقيقي، احتياطا وللامان اقفل معاه، اتصل بالبنك او الهيئه الاساسيه سواء بقى يعني كان المكان ايه، اتاكد ان الموضوع ده حقيقي، اتاكد ان هو امان ولا لا انك تدي بياناتك لحد، انت نفسك اللي تتصل بالمكان بقى، ما تستناش حد يكلمك عشان تتاكد. ولو المكان الاوفيشالي هو اللي طلب منك ده خلاص يبقى هي الموضوع دلوقتي على مسؤوليتهم، انت متاكد ان انت بتكلم الناس الصح. ولكن اي شخص يتصل بيك يطلب اي بيانات فيزا او الكلام ده ما تديش بياناتك لحد، تجنب النصب. في ناس كتير قوي اتنصب عليها بسبب الموضوع ده واتضرت بجد، فتنويه خلي بالكم من الموضوع ده، ربنا يسترها عليكم وعلينا. المهم طيب الموضوع الاساسي بتاعنا ازاي اتجنب الموضوع ده؟ ازاي اتجنب ان انا اخلي حد يبيع رقمي او يشتري رقمي؟ بص هو في اوقات كتير انت ما بتبقاش متحكم في ده، لان هو بتبقى اشخاص معينه بتعمل شيء غير قانوني بدون علم المدراء وبدون علم الناس الاساسي. يعني بيبقى مثلا موظف معين هو اللي بيعمل الشيء الغلط ده، او موظف معين في براند ملابس معين هو اللي بيعمل ده. يعني هو مش بتبقى المنظمه نفسها هي اللي بتعمل ده، لا ده بيبقى موظف هو بيعمل الشيء ده وهو شيء غير قانوني. اوقات مش تقدر تبقى متحكم في الموضوع ده، ولكن في حاجات انت تقدر تعملها. لو انت عرفت ان في شخص ما بيشتري وبيبيع داتا ومواضيع من دي، بلغ عنه عشان يتم اتخاذ ضده اجراء قانوني، ونبدا نقلل من نوعيه الناس اللي بتعمل الحاجات دي، والناس تبدا تخاف اكتر ان هي تعمله. تاني حاجه انت تقدر تعملها وهي مهمه جدا، ما تديش رقمك لمكان الا عند الضروره القصوى. يعني مثلا انت رايح بنك فلازم تدي لهم رقم تليفونك، انت رايح تسجل في حاجه في شيء ما لازم تديهم رقم تليفونك. لكن مثلا انا حصلت لي مواقف كتير ببقى في سوبر ماركت او اللي هو المكان اللي بقى سوبر ماركت كبير كده زي الهايبر والحاجات دي، وانا خارج بدفع لقيتهم حاطين ورقه كده طويله كل شخص خارج بيقولوا له اكتب رقم تليفونك بس هنا. الغريب في الموضوع ده ان انا كنت بشوف كل الناس اللي خارجه يوم الشخص بتاع الكاشير يقول له اكتب رقمك هنا، الناس بتقوم كاتبه عادي من غير ما حد يسال اصلا انت بتكتبه ليه. يعني هو مثلا ما قاليش اكتب رقم تليفونك هنا عشان لو في اوفرز نبعت لك، لا ما قالش ده اصلا. هو حرفيا الناس اللي خارجه قاعد اكتب رقمك هنا اكتب رقمك هنا، والناس قاعده تكتب تكتب تكتب، والمكان ده بيكون زحمه جدا. يعني الناس دي بتطلع في اليوم الواحد بارقام خياليه. انا مثلا في موقف زي ده انا ما قلت لها لا مش هكتب رقم، مش عايز ايا كان اللي انت عايزينه، مش عايز، انا مش محتاج اوفرز. انا هبقى تابع الاوفرز عندكم، انا هبقى كل من فتره لفتره اتابعها على السوشيال ميديا، اجي انا كل فتره اتابعها، لكن انا مش حاسس ان انا محتاج اديك رقمي دلوقتي. فانت حاول انك ما تديش رقمك غير في الضروره القصوى. لان انت راح تشتري شيء من مكان والمكان ده طلب منك ممكن تسيب رقم تليفونك عشان لو لا ما تديلوش. ان والله انت حر في الاول في الاخر، انت شايف ان انت مستقتل على الاوفرز وعايز رقمك يبقى مع كل الناس عشان تبقى متابع كل الاوفرز براحتك، ولكن الافضل انك ما تديش رقمك غير عند الضروره القصوى. لو انت فعلا لازم تدي رقم تليفونك للشخص ده عشان هو بيسجلك، لازم بيسجلك في مكان ما فلازم تتسجل بيه. لكن لو رحت تشتري ملابس او اي شيء وطلب منك رقم تليفون مفيش داعي، فاهم؟ ما ينفع، ما فيش داعي انك تسيب رقمك كده على الملأ وخلاص لاي حد، لان الشخص ده ممكن يديه لشخص وشخص يديه لشخص. فانت كمان من طرفك حاول على قد ما تقدر انك ما ترميش رقمك في اي مكان، فاهم انت؟ لاي حد. اعرف كويس قيمه رقم تليفونك وايميلك وبياناتك، وما تديهاش لاي شخص تقابله كده عادي الا عند الضروره بس. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. اكتبوا لي في الكومنتات لو انتوا عندكم تجارب في الموضوع ده، احكوا لنا ايه اللي حصل معاكم، هل اتنصب عليك قبل كده؟ يعني شاركونا بارائكم وقصصكم في الكومنتات. ما تنساش لو عجبك الفيديو انزل اعمل اشتراك في القناه وفعل جرس التنبيهات عشان كل ما انزل فيديو جديد يجي لك اشعار، ويا ريت كمان تعمل لايك عشان تحمسني وتحفزني ان انا اعمل فيديوهات اكتر. الاشتراك في القناه واللايك بيساعدوا جدا، فيا ريت تنزل تعمل اشتراك، ما تكسلش، انزل دلوقتي، انزل حالا اعمل اشتراك بس كده. وقبل ما تمشي ده الانستجرام بتاعي، بنزل محتوى هناك مختلف تماما عن اللي بنزله في القناه هنا، اتاكد انك عامل لي فولو هناك. and yep that's it. واشوفكم في حلقات قادمه. See you later.